مدرجات الزمالك كان فيه هتاف تاريخي قديم، بالدم والروح بنشجع الزمالك. اتحول بعد كده لدافع لكل بطولة بيلعب عليها الزمالك. كان أول هتاف يفكر فيه جمهور الزمالك بعد نهاية ماتش الذهاب ومن جمهور الزمالك كعادته كان الدرس إن كل شيء مازال في إيدينا، وما زال الزمالك قادر كعادته يمر من الطريق الصعب. والمنطقة وأول أهداف اللقاء، ويصعبوا المهمة على الفارس الأبيض ويزيد الموقف صعوبة ويعمق الأزمة الزملكاوية. لأن الزمالك البطل اللي لو اترمى في البحر قادر يركب الحوت اللي جاي يبلعه ويحوله لوسيلة مواصلات توصله لهدفه، وإنه البطل الحقيقي اللي لو اتساب في إيده رصاصة واحدة تدفعه للانتحار هيطلقها في الهواء ويحولها لطلقة احتفال. هذا هو، أنا ما نجمش برشا يا مسلوسي، تيجي منك يا حمزة المسلوسي هو صاحب الهدف القاتل الحاسم في الدقيقة 98. أي شيء في الدنيا صعب ممكن تجاوزه، بس الأكيد إن تجاوزه مش بيتم بمجرد الأمنيات. تجاوز الصعاب بيتم بطريق واحد: الجهد والعرق. حازم إمام يلا يا إمام، خلص يا إمام، مش ممكن. جول حازم إمام، ثلاثية زملكاوية في شباك الفتح الرباطي. الزمالك في ربع ساعة يرجعنا للفرحة مرة تاني. فمش مطلوب من كل لاعب في الأيام اللي جاية من هنا لغاية نهاية ماتش العودة إلا إنه يكون قد مسؤولية تيشيرت نادي الزمالك. كل لعيب لازم يكون عنده اليقين إنه رايح يحقق هدفه، مش رايح يحاول يحقق هدفه. والفرق شاسع بين الاتنين، لأن الموقف الصعب اللي كان من صناعتهم في لقاء الذهاب هم وحدهم قادرون على الخروج منه بشرط إنه يلعب زي ما جمهوره طلبوا وهتف ليه مباشرة بعد لقاء الذهاب: بالدم والروح أفريقيا مش هتروح.